قبل 73 بشهور قليله السادات كان في سريه اتحركت لميدان صلاح سالم عشان تطيح بيه، والسادات لما عرف جري هو وعياله من الخوف، لكن اللي حصل كان مفاجاه. تبدا الحكايه في اكتوبر سنه 1972 لما اتصل وزير الدفاع وقتها الفريق محمد صادق بالسادات وقال له يا فندم في سريه فيها 12 عربيه اتحركت للقاهره ومش عايزين يسمعوا الكلام ويستسلموا، ودلوقتي هم رايحين لمسجد الحسين واحنا مش عارفين هم رايحين فين بالظبط. السادات لما سمع الكلام ده اتخض وقال له ده ايه يا محمد، ده عايزين يطيحوا بيا ولا ايه؟ قول لي يا محمد الحقيقه عايزين يطيحوا بيا، انا هاخد عيالي واسيب البيت ولازم اعمل كده. محمد صادق رد عليه وقال له يا فندم دول كام عربيه وجندي واحنا بنحاصرهم دلوقتي، مفيش داعي للقلق. لكن السادات ما اقتنعش وقفل السكه وكان على اعصابه وقعد يكلم كل القيادات، وكان شاكك ان محمد صادق هو اللي